هي فنانة كبيرة ومطربة شهيرة تألقت في سماء الغناء العربي، استطاعت أن تؤثر القلوب العربية وغير العربية لسماع صوتها. هي نجمة من نجوم الغناء والمطربين. هي ابنة الريف المصري من مواليد قرية مطاي الزاهرية بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وهي ابنة إمام جامع القرية. كان صوتها مميز منذ صغرها، وهو ما جعلها تؤدي حفلات في المناسبات المحلية والأعياد الدينية، لكن في ملابس صبي وليس فتاة. هذه الفنانة هي كوكب الشرق أم كلثوم، التي انتقلت إلى القاهرة عام 1923 حتى تبدأ مسيرتها المهنية الفنية في الغناء، ومن هنا تخطو خطوات مشوارها الناجح الذي سرعان ما أثر قلوب الجميع، وتتعرف على كبار قامات الموسيقى والملحنين. عام 1954 تزوجت أم كلثوم من دكتور حسن السيد الحفناوي، واستمر الزواج حتى وفاتها. عام 1954 خفضت أم كلثوم جدول حفلاتها الموسيقية بسبب المشاكل الصحية التي تعاني منها، ويذكر أن النظارة السوداء التي كانت ترتديها بشكل مستمر كانت بسبب مرض الغدة الدرقية الذي أدى إلى جحوظ عينيها، حيث كان هذا سببا أيضا لإيقاف نشاطها التمثيلي الذي اقتصر على 6 أفلام فقط.